ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما بخير وصحة وسعادة. النهاردة ده تصميم جديد. ما عملناش يعني فكرة ليه قبل كده، ولكن يعني ممكن تحتاجوه في تصميماتكم، ممكن تاخدوا منه فكرة تشتغلوا بيها. التصميم انا هشرح لك هو في البداية بيتكلم عن ايه، وبعد كده نخش في التوتوريال على طول ونطبقه مع بعض. انا هنعمل تصميم النهاردة كأن في لابتوب، واللابتوب ده طالع منه البوكسات بتاعه الشحن، بتاعه الشيبنج، اللي هو البوكس الكرتون ده. وكأننا هنعمل تصميم لويب سايت اي كوميرس او لشركة شحن، اللي هو يعني بيطلبوا الحاجة من اللابتوب مثلا او من الويب سايت، وفجأة بيلاقوا الحاجة عندهم، حاجة تخص الدليفري يعني. تمام. اول حاجة هنعمل الجايد بتاعنا اللي احنا شغالين بيه. تمام. وهنعمل مثلا الباك جراوند باللون الرمادي ده. وهنيجي هنا كده مثلا نعمل مثلا شيب كبير كده باللون البرتقاني. ممكن هنا مثلا نعمل نيو لاير فوق منها، ونعمل نقطة كده باللون الابيض، نكبرها كده شوية بحيث يدينا الرفليكشن او الشكل اللي حضراتكم شايفينه في الباك جراوند ده. ممكن طبعا تقلل اوباسيتي او ترفعه براحتك، انا شايف يعني خليه 100% كويس. طيب هنعمل ايه؟ احنا عندنا اللابتوب، هنسحب اللابتوب ده نحطه مثلا هنا. جميل جدا. انا سايبه لكم كده بكل حاجه بتاعته. ممكن لو عايزين تقصوا الشادو ده نقصه مع بعض كده. هنجيب البين تول ونخلي المود باس، ونقص كده ايه اللابتوب نفسه. تمام. ونيجي نسحب الحته دي كده كلها، ونيجي هنا تمام. جميل جدا. وبعد كده هنعمل ميك سيلكشن، واحنا واقفين على اللاير بتاع اللابتوب هندوس على لاير ماسك ونعكس الماسك عشان يغير لنا الحته بتاعه الشادو اللي تحت دي. تمام. هعمل ايه؟ هاجي تحت اللابتوب نفسه، اعمل نيو لاير، واجيب الفرشه الفيدد بالمنظر ده، ونخلي الفلو 10%، ونقلل كده شويه الاوباسيتي. نعمل بس كده ايه، شادو لذيذ. تمام. ممكن نيجي هنا كده برضو نغمق شوية الجسم اللي لازق على الأرض. تمام. هنعمل ايه تاني؟ انا هاجي على السكرين دي او على اللابتوب ده، واجيب الاداة بتاعة الكويك سيلكشن، ونعمل كويك سيلكشن على قد المربع الازرق ده، واعمل نيو لاير فوق منها، واجيب اللون الابيض على الشمال هنا وانا واقف على اللاير اللي اتعمل له سيلكشن، وادوس الت وشيفت عشان يديني الشكل الابيض اللي حضراتكم ده اللي شايفينه ده. تمام. هعمل ايه تاني؟ هجيب البوكس ده، اجيبه من هنا كده مثلا، احنا عاوزين نحط البوكس ده كأنه طالع من الشاشة نفسها. طيب هنعمل ازاي الحتة دي؟ بصوا بقى هنعمل ازاي الحركة او الشكل اللي احنا هنعمله ده. اول حاجة انا هقف فوق اللاير بتاع الشيبنج او البوكس الابيض ده، وهجيب الفرشة الفيدد بس هنرفعها كده شوية، وهنخلي الفلو مثلا 60 او 62%، وهعمل نقطة كده باللاير ده، وهقلب النقطة دي علشان اخليها كأنها فاصل بين الشاشة والبوكس نفسه.
هفهمكم كل حاجة واحدة واحدة. وافهمكم ازاي عملنا الفكرة دي. تمام. هاجي عند الجزء اللي هو في الجنب ده، هقف على اللاير نفسه واجيب الاداة بتاعت البين تول، واختار او احدد على قد الشيب الابيض اللي انا عملته والبوكس كله. حلو جدا. وبعد كده اعمل ميكس سيلكشن، وبعد كده هنعمل كنترول جي عشان يقص لي الحته دي لوحدها، وبعد كده اقف عليها وادوس كنترول عشان يعمل لي سيلكشن عليها، واجي تحت منها اعمل لاير ماسك، وبعد كده اعكس الماسك عشان تبقى دي لوحدها ودي لوحدها. تمام. هاجي عند اللاير اللي هنا ده، هقلل الاوباسيتي بتاعه واخليه مثلا 50%. حلو جدا. بصوا شايفين الفرق ايه اللي حصل ولا؟ كأن البوكس طالع من شاشة الكمبيوتر نفسها. تمام. حلو الكلام ده. ممكن نعمل ايه تاني يزود معانا الشكل ويخليه احسن من كده؟ تمام. ممكن نجيب مثلا ده، نخفف اللون بتاع الحتة اللي هنا دي، الابيض اللي احنا عملناه الشيب ده، ونجيب مثلا بوكس تاني، او ممكن نفس البوكس، ناخد نفس البوكس نصغر حجمه شويتين كده ونقلبه نطلعه فوق خالص مثلا. وهنعمل نفس الفكرة بالظبط. هعمل نيو لاير فوق البوكس التاني، واجيب الاداة بتاعة البراش تول، وهعمل نفس الخط او اللون اللي انا عملته من شوية. تمام. نصغر حجمه كده شوية. عايز اخليه بمحاذاة الشاشة نفسها. فاهمين قصدي؟ يعني انا عاوزه يبقى جاي على الحرف بتاع الشاشة نفسه. ممكن نديله زيادة كده عشان يبان اكتر. وهاجي هنا على اللاير نفسه بتاع البوكس التاني، وهعمل نفس الفكرة بالظبط. هقف هنا كده واختار او احدد بالسلكشن، وبعد كده نعمل لاير ماسك ونعكس الماسك، ونعمل قصدي كوبي من الحتة اللي احنا عملنا لها سلكشن، وبعد كده هقف على الحتة اللي اتعملت لوحدها دي اللي هي دي، وادوس عليها كنترول عشان يعمل لي سيلكشن عليها، واقف على الشيب نفسه الاساسي اللي هو البوكس كامل، واعمل له لاير ماسك، واعكس الماسك علشان يبقى كل جزء منهم لوحده. وهقف هنا على الاخير ده ونخلي الاوباسيتي بتاعه 50%. حلو قوي. هسحب تاني البوكسات التانية دي، وليكن هنا مثلا ده مكانها. نيجي تحت منها كده نعمل لها برضو شيب شادو قصدي، خلي الفلو 10%، ونعمل الشادو الجميل بتاعنا. طبعا في كذا طريقة تعمل بيها الشادو، ولكن ده اختصارا للوقت يعني هنعمل الشادو بالطريقة دي. واجي هنا اختار نفس اللاير بتاع الشادو، ونجيب الفرشة العادية وندي حتة ظل كده من الجزء الملامس للأرض ده. حلو جدا. ممكن نعمل ايه كمان؟ ممكن ناخد نفس البوكس، او ممكن ناخد البوكس ده نجيبه مثلا فين، ممكن نجيبه ورا اللابتوب خالص، ونخليه مثلا في الزاوية دي جنب اللابتوب، او صغر حجمه شوية وكأنه بعيد مثلا.
وناخد كوبي منه، صغر برضو، وكأنه بعيد برضو. حلو جدا. هنعمل ايه تاني؟ هنكتب تكست فوق هنا كده مثلا، نخلي السكيل بتاعنا 25، ونجيب الفونت بوبنز، ونكتب مثلا ايه كوميرس، صغر حجمها شوية كده، خدنا منها كوبي، ونخلي المود بتاعها مثلا لايت، خليه سن، نقول مثلا solutions، مش عارف انا كاتبها صح ولا ايه، بس يعني هنحاول نتماشى بيها for your business. تمام. ممكن اجي عند solutions دي ونخلي الفونت بتاعها مختلف شويه، نخليه regular مثلا، ونيجي هنا نخلي الفونت ده لايت. حلو جدا. ممكن تحت هنا ناخد اللون الاصفر اللي عملناه ده، ونعمل كده مثلا خط صغير. ممكن تعمله بشيب زي ما انا بعمله، او تعمله بالاداة بتاعة البين تول، يتعمل برضه مفيش مشكلة. وممكن هنا تحت بقى نقسم الحتة دي ل3 اجزاء مثلا، نجيب اداة البين تول ونخلي المود بتاعها شيب، نقفل الفيل خالص ونخلي الستروك مثلا 7، واجي هنا واعمل مثلا سطر كده، ناخد منه كوبي ونجيبه في الحتة دي، ناخد الاتنين دول كوبي نحطهم في جروب ونوسطن عشان يديني السنتر بالظبط. طيب هنا ممكن مثلا نقول الكول، وهنا ممكن نقول لوكيشن، وهنا ممكن نقول مثلا مثلا ايميل. تمام. عايزين نصغر حجم دول كده، نخليهم مثلا 8، خلي المود بتاعهم سيمي بولد، ونبدأ نظبط دي كده زي ما احنا شايفينها بالظبط. انا هبدأ اظبطهم واحدة واحدة، ولكن هيتظبطوا بألاين مع بعض. هجمع ال3 مع بعض، وهنعمل لهم زي توسيط بينهم، ونخلي فوق كله قد بعض. تمام. نحطهم في جروب ونعمل سنتر ليهم بحيث ينزلوا معانا في السنتر من غير مشكله. طبعا انت ممكن تحط بقى الارقام بتاعتك والايميل واللوكيشن والكلام ده كله. ممكن نشيل دي، مش مشكله. النهارده بقى اتعلمنا ايه؟ اتعلمنا تركه جامده قوي، وهي انك لو بصيت على التصميم هتحس فعلا كأن البوكس طالع من الشاشة نفسه. احنا كل اللي عملناه ان احنا حطينا البوكس بتاعنا عادي على الشاشة، وعملنا زي شيب كده لايت، نور كأن فيه اضاءة مثلا، وقللنا شوية الاوباسيتي بتاع الشيب اللي احنا عايزينه كأنه جوه الشاشة، فادانا الريفليكشن اللي حضراتكم شايفينه ده زي اللي هنا بالظبط. اتمنى يكون الفيديو النهارده عجبكم. ان شاء الله في توتوريالز كتيره نازله الفتره اللي جايه هتفيدك كتير، ممكن تساعدك كمان في تطوير نفسك من حيث الشغل لتصميمات السوشيال ميديا. ولو احتجت اي تصميم معين ممكن تكتب لي في الكومنت، هعمل لك بيه توتوريال ينزل على القناه على طول ان شاء الله. شكرا.